السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منذ أزيد من 3 أشهر سمعنا بأن الدولة عينت لجنة وكلفت أعضاءها بمباشرة التحقيق في ملفات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خاصة في الفترة من 2017 وإلى يومنا هذا. المهم هذه اللجنة بشرت العمل تاعها وبدأت تخدم، ولكن بعد طول هذه المدة الناس بدأت تتساءل ما مصير هذه اللجنة، وهل فعلا هذه اللجنة راهي تخدم، وإذا راهي تخدم وين الخدمة تاعها ما بانتش. ولكن الحقيقة أن هذه اللجنة فعلا بشرت العمل تاعها وراهي تخدم، وهذا منذ 3 أشهر. أنا اليوم لست مخول باش نقول لكم واش هي النتائج اللي وصلت لها هذه اللجنة، ولكن كاين واحد الشخص اللي يدعي بأنه جاء للاتحادية وخدم بينيفول، يعني بدون مقابل، وفي الحقيقة هو مجرد صاحب مول الفيرما جابوا معاه، حيث تم استدعاؤه مؤخرا من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية. وفي نهاية المطاف راكم سمعتوا حتى ولا يقول أنا اللي انتخبت باش يكون ديلور حاضر في نهاية كأس أفريقيا للأمم في مصر. هذا الشخص اللي يتهم ناس ويقول بأنهم يخدموا لمصالحهم الشخصية. في نهاية المطاف هذه اللجنة تبين لها أن هذا الشخص عنده ملف ثقيل. هذا الملف ما يشبهش الملف تاع إعادة مقابلة الكاميرون، لا، هذا ملف ثقيل صح. وقبل ما نتطرق الملف تاع هذا الانسان نقول لكم بان هذه اللجنه انا شخصيا اول مره نثق في هذه اللجنه. هذا هو اخر اسبوع لها، وين رايحين يديروا التقرير النهائي تاعهم ويسلموه للجهات الرسميه، والجهات الرسميه هذه رايحه تقدم هذا الملف للعداله. هذا هو الشيء الاكيد المؤكد. نحدثوكم شويه على هذه اللجنه ونشوف بان العمل تاعها راح يجيب نتيجه باذن الله تعالى، خاصه وان كي نقولوا كره القدم يعني نقولوا بان غالبيه الشعب الجزائري يتبع كره القدم ويحب يعرف التفاصيل ويحب يعرف كل كبيره وصغيره، خاصه وان اسئله كبيره طرحت وين راحت مئات الملايير اللي خلاهم الرئيس اللي مشى في 2017. هذا اللجنه اللي تعينت من طرف السلطات العليا في البلاد وبشرت العمل تاعها منذ 3 أشهر. الشيء الجميل فيها أنها تختلف عن اللجان السابقة. لماذا؟ لأن هذه المرة الأعضاء اللي جابتهم وزارة المالية واللي كلفتهم بالتحقيق هما ما همش من وسط البلاد، يعني ما كاش اللي يعرفهم هنا. يعني كاين جهات حاولوا يتصلوا بهذا الأعضاء باش على بالكم كيفاش يخدموا، ولكن هذا الأعضاء عندهم تعليمات صارمة. هذا الأعضاء أولا هما من ولاية بعيدة على العاصمة حوالي 500 كيلومتر، يعني ما يعرفوا حتى واحد هنا في الوسط. لما جاوا لهنا اول شيء طالبوا به هذا الاعضاء تاع هذه اللجنه تاع التحقيق، اول شيء طالبوا به قالوا اعطونا مكتب خاص بنا، وهذا المكتب ماذا بكم تعطونا الفاتحه تاعو وما يبقى حتى مفتاح عند اي شخص. هذا اول شيء داروه. طاولوا لهم هذا المكتب على مستوى الاتحاديه، قالوا لهم جيبوا لنا كل الوثائق، جابوا لهم كل الوثائق وحطوها لهم في هذا المكتب. الاتحاديه في الاول كانوا داروا حسابات بان هذا الاعضاء اللي رايحين يحققوا في الملفات هذه بما انهم جايين من بعيد ما لازم لهم مقر تاع اقامه، إذا يلزم لهم مقر وين ياكلوا وين يشربوا وين يرقدوا. الاتحادية فكروا باش يدوهم الفندق، وفكروا في الفندق اللي في دال إبراهيم وقريب للاتحادية، لكن هذو أعضاء اللجنة باش تشوفوا باللي جايين باش يخدموا خدمة احترافية. قالوا الأعضاء تاع الاتحادية ما نسحقوا من عندكم حتى شيء. قهوة 3 أشهر ما شربوش قهوة من الاتحادية، ما كلاوش فطور من عند الاتحادية. هما كيجوا الصباح، يعني كي نقولوا 3 أشهر للوراء، أذان الفجر هنا في العاصمة كان على الساعة 5:15 صباحا. هذو أعضاء هذا اللجنة واش كانوا يديروا؟ يصلوا الفجر 5:30 يكونوا في مقر الاتحادية، في مقر العمل تاعهم، يكونوا بداو يفركتوا في الملفات هذو اللي جاوا باش يحققوا فيهم. كما قلت لكم الاتحادية حاولوا باش يشوفوا لهم وين ياكلوا، وقال لهم ما تحوسوش علينا، احنا ندبروا راسنا، ولا واحد يقدر يتصل بهم ولا يهضر معاهم. وكي يلحق منتصف النهار يروحوا ياكلوا في مكان معين، يستقهووا في مكان معين، وفي المساء الجهات الرسمية خصت لهم مقر تاع الإقامة تابع لوزارة المالية وبعيد عن الاتحادية ب40 كيلومتر، يعني حتى في ولاية خارجة عن العاصمة. كانوا الإقامة تاعهم مقيمين في ولاية خارج العاصمة، وبعاد مقر الإقامة وين كانوا يرقدوا ويتعشوا بعيد عن الاتحادية ب40 كيلومتر. المهم هذا المقر أنا نعرفه، ولكن مانيش هنا باش نعطيكم أدق التفاصيل على هذه اللجنة واش دارت. المهم العمل نتاعهم كان يبدا بعد الفجر، يجوا يدخلوا للمقر الاتحادية، عندهم المفتاح تاعهم، يدخلوا المكتب تاعهم، يجبدوا الملفات نتاعهم، يبحثوا في الملفات. يلحق منتصف النهار يمشوا عندهم مكان يروحوا يفطروا فيه، ويعاودوا يدخلوا يباشروا العمل تاعهم على الوحده، ما يخرجوش حتى للربعه الخمسه، مباشره السياره تديهم لهذا المقر نتاع الاقامه تاعهم، واللي كما قلت لكم بعيد ب40 كيلومتر على مقر الاتحاديه، وهي اقامه تابعه لوزاره الماليه. يعني هذا الناس لحد الساعه راهم يخدموا في عمل احترافي باتم معنى الكلمه. اثناء مده العمل تاعهم استدعوا عده اشخاص اللي كانوا في الاتحاديه من 2017 وربح، كاين عده اسماء اللي استدعوها، وكاين واحد الشخص راهم موقفينه على العمل، قالوا له القضيه تاعك راهي في العداله،
لان لقاو بلي الامر تاعو خطير، لا داعي باش ندخلوا في هذه التفاصيل. وهذا الاشخاص هذوما خبراء الماليه هذو اللي يحقوا في الملفات الاتحاديه احيانا حتى في الويكاند وما كانوش يروحوا لديرهم، لان راني نقول لكم يسكنوا بعاد بحوالي 500 كيلومتر على العاصمه، يعني جاو يخدموا خدمه احترافيه باتم معنى الكلمه. المهم وعلى امتداد 3 اشهر لقاو واش لقاو امور كارثيه باتم معنى الكلمه. والايام القادمه ان شاء الله راح تكتشفوا امور خطيره وخطيره وخطيره جدا. من بين الملفات انا اليوم نهضر لكم عن الملف تاع هذا الشخص اللي قال لكم بانه هو انتخب واختار ديلور في 2019 باش يكون في المنتخب الوطني. هذا الشخص لما لحقوا الاسم نتاعو، وانا كنت قلت لكم في فيديو سابق بان هذا الشخص ما عنده حتى علاقه وما عنده حتى صفه تجمعه بالاتحاديه، هذا مجرد صاحب مول الباش او صاحب مول الفيرما، سموها كما حبيتوا. لما وصلوا للملف تاعو استدعاوه، جابوه الاتحاديه، قالوا له انت واش هي الصفه تاعك في الاتحاديه؟ اعترف، قال لهم انا صاحب مول الباش، نهار اللي يحكم الاتحاديه جابني معاه، ولكن لقاوه بانه داي مبالغ ماليه كبيره، داي اموال. هذا اللي كان يقول انا بينيفول، يعني نخدم بدون مقابل، ويقول بان ولي نعمتي جابني معاه، هذا لقاوه داي اموال كبيره. قالوا له اعطينا وثيقه لتثبت بانك مثلا عامل في هذه الاتحاديه، عندك يعني علاقه تجمعك بهذه الاتحاديه ما دام ديت كل هذه الاموال. اسكو عندك عقد تاع عمل، عندك كونترا؟ ما عندوش. اسكو عندك قرار تاع تعيين، كي تعين واحد في منصب يكون قرار تعيين بناء على كذا وبناء على الماده كذا وبناء على كذا وبناء على كذا، يعين السيد فلان في المنصب الفلاني بصفه رسميه ابتداء من تاريخ الفلاني. لازم داروا له مثلا عقد عمل، يعني كونترا دو ترافاي. عقد العمل هذا تاع هذا الانسان يمتد من تاريخ الفلاني الى التاريخ الفلاني، ويكلف بالمهام التاليه. هنا يقدر يهدر، تقدر مثلا تدي اموال، تقدر تدي سلفيه، تكون عندك شهريه، ولكن هذا الانسان ما لقاو عنده حتى وثيقه تجمعه بالاتحاديه. يعني كي نقول لكم الفيرما تاع الصح، لان هذا الانسان لقاوه داي اموال كبيره. اليوم هذا الانسان الملف تاعو راح لواحد الجهه اللي الشيء اللي يلزم ديرو انك ما عليك غير ترد هذه الاموال اللي ديتهم، ولكن ادى اموال كبيره هذا الانسان في هذه السنوات اللي كان يرافق فيها المنتخب الوطني، وكان في الاتحاديه، وكان يحكم باحكامه، وكان يحقر الناس، ظلم الناس، رغم انه ما عنده حتى منصب، كان مجرد صاحب مول الفيرما، ولكن ظلم ناس وحقر ناس ووقف ناس وحفر الناس ونحاهم المناصب تاعهم، يعني دار حوايج بزاف. اذا اليوم هذا الانسان عنده ملف ثقيل وثقيل تاع الصح. هذا الرجل ادى دراهم كبار، اليوم اللي يقدر ينقذ صاحبه مول الفيرما يقدر بالك يخلص عليه ولا يعاود يرد الدراهم اللي كان يديهم هذا الانسان. عدا ذلك راهو ماشي لطريق ربي ستار. اذا الى هنا انا اعطيت لكم بعض التفاصيل على هذه اللجنه وعلى اعضاء هذه اللجنه، خبراء في الماليه من احسن الخبراء في الجزائر، وراني قلت لكم الخدمه تاعهم كيفاش خدموها وعلاش طولوا مده 3 اشهر لان لقوها مخروبه. المهم ما كان عندهم حتى علاقه مع حتى شخص، وما كان عندهم اتصال حتى مع واحد، لان منعوا باش يتصل بهم ولا واحد. كانوا يخدموا خدمتهم وكانوا يمشوا الاقامه تاعهم اللي قلت لكم بعيده ب 40 كيلومتر على مقر الاتحاديه، وكانوا كل يوم يبداو الخدمه تاعهم مباشره بعد صلاه الصبح ويكملوا في المساء. والملفات الخطيره اللي لقوها ملفات بزاف، وراني قلت لكم على هذا الشخص اللي داي اموال كبيره وما عنده حتى علاقه بالاتحاديه. وكاين اشخاص اخرين اللي عندهم ملفات ثقيله ايضا واستدعوهم وسمعوهم، وهذا الاسبوع ان شاء الله راح يخلص التحقيق في هذه الملفات، وراح يقدموا التقرير النهائي للجهه الرسميه اللي كلفتهم بالتدقيق في امور المحاسباتيه. اذا هذه هي الحقيقه، وهذا هو السائق اللي استدعوه الشرطه، وعن قريب ان شاء الله راح نسمعوا جديد. في بارطاجيو لنا هذا الفيديو، ابونيو معنا في القناه، وراح يلحقكم جديد باذن الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.